يلا ننزل نشتري خزين رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب ومحتارين ننزل نشتري خزين رمضان منين، بحيث تكون الأسعار مناسبة وعليها خصومات وعروض، وفي نفس الوقت نجيب حاجة نظيفة ومضمونة. أنسب مكان ممكن يريحكم من الأسئلة دي كلها هو هايبر وان. بصراحة هايبر وان في العادي بيعمل خصومات طول الوقت وعروض حلوة قوي. وكمان بمناسبة شهر رمضان عامل عروض حلوة قوي قوي. لما نزلت لقيت ان الحاجات بجد اسعارها حلوة قوي قوي، ووفرت تقريبا 20% من اللي كنت هشتريه من اي مكان تاني. غير كده حاجاتهم بجد نظيفة جدا جدا، يعني انضف حاجة ممكن تاكليها بصراحة من هايبر وان. في ناس بتبقى فاكرة ان هي لما هتنزل تشتري من اماكن كبيرة زي هايبر وان او كده فكده يعني بيحتاج ميزانية اعلى، والحاجات اغلى. على فكرة انا زيكم كنت فاكرة كده، بس اكتشفت بجد ان انت بتنزلي تجيبي حاجات بكواليتي اعلى وفي نفس الوقت ارخص بكتير من اي مكان تاني. الهايبرات الكبيرة يا جماعة عشان بيبقى عندها خطوط انتاج كبيرة فبالتالي بتعملك خصم كبير، احسن من مكان صغير فبالتالي غصب عنه ما بيعرفش يعملك الخصم ده. الحاجات كانت عندهم بجد اسعارها حلوه قوي رخيصه قوي. يعني عايزه اقولك تقدري تنزلي تشتري خزين رمضان كله باقل من الميزانيه اللي انت كنتي مخططه لها كمان. المكرونات كانت عندهم حلوه قوي، والناس اللي بتحب المكرونه القمح عندهم مكرونه مصريه. سعر نص كيلو كان عامل 20 جنيه. النص كيلو مش 400 جرام. بجد حلو قوي. والكيلو كان عامل 39 جنيه ونص. برضو عندهم خصم على الصلصة كلها بكل الماركات. بجد حلوة قوي قوي. البرطمان ده نص كيلو كان عامل 49 جنيه ونص. والزيت كمان كل شركات الزيت عاملة خصم عندهم. حلوة قوي بصراحة. تعالي بقى اقولك على سر بقى بصراحة في الزيت انا بستخدمه. انا بستخدم زيت اسمه توب فاليو. توب فاليو ده مش شركة، توب فاليو ده ده انتاج هايبر وان نفسه، ده خط انتاج هايبر وان هو اللي بيعمله. بصراحة نظيف جدا جدا، وزيه زي الشركات اللي اساميها كبيرة، وممكن كمان بينافسهم اكتر، وبصراحة اقل في السعر كتير. يعني انا بجيب زيت الذرة 2 كيلو وربع بيبقى عامل 202 جنيه بالظبط. ارخص من الشركات الكبيرة، وفي نفس الوقت ضمن نظافته. وبجد حلو قوي قوي. انا بقالي سنين بستخدمه، وبرضو بستخدم الخليط برضو بتاع هايبر وان اللي هو توب فاليو. ومش بس في الزيت، بس في كل حاجة عندهم، سكر، مكرونة، رز، كل حاجة عندهم هايبر وان هم اللي بيعملوها انتاج. هايبر وان نفسها اسمها توب فاليو. يعني جربوها بجد ومش هتندموا، هيعجبكم جدا ان شاء الله. السمنة عندهم برضو كانت عليها خصومات كبيرة قوي. روابي وجنة وكمان زبدة فرن وكريستال عليها خصومات حلوة قوي قوي. وعلى فكرة هم عندهم زبدة طبيعي يوزولانتي كان الكيلو عامل 524. حلوة قوي بجد، يعني جربوها ان شاء الله تعجبكم. الطحينه بقى يا جماعه، الطحينه بتاعت هايبر وان بجد من احلى واطعم الطحينه اللي ممكن تجيبيها. اولا هي بتتعمل قدام عينيكوا زي ما انتوا شايفين كده، بيعملوها بالسمسم الابيض بس من غير اي اضافات. سعر نص كيلو كان 147 جنيه ونص. ونص كيلو طحينة صافي. يعني بصراحة انا بالنسبة لي احسن من كيلو من الطحينة. طبعا انتوا عارفين بيعملوها ازاي وبيخلطوها وبيضيفوا عليها ايه. برضو عندهم المجمدات يا جماعة حلوة قوي وفريش. انا بحب اشتري المجمدات بتاعتهم من الخضار فريش كده. بالنسبة لي افضل برضو من كياس الشركات المغلفة. اولا هي في السعر اقل، ثانيا بتبقى قدام عينيكي عكس ما يكون الكيس مغلف فانتي مش شايفة يعني جواه ايه بالظبط. وبرضو الاسعار حلوة قوي. عندهم برضو قسم العطارة بجد حلو جدا جدا، وكل حاجة زي ما انتوا شايفين عليها خصم. يعني تقدري توفري بجد. الميزانية اللي انتي حطاها هتلاقيها نزلت معاكي، بقت يعني نزلت معاكي الربع بصراحة. كل حاجة عليها خصم، الزبيب والجوز هند وكل حاجة هتعجبكم ان شاء الله. المكسرات برضو عندهم يا جماعة نظيفة جدا جدا. والرز والمكرونات برضو تقدري تجيبيها سايبة لو مش حابة تجيبي اكياس.
هم عندهم في العطارة اكتر من قسم، في ابو عوف وفي الخطيب وفي رجب العطار كمان. بس انا اكتر عطارة انا حبيتها بصراحة وبستخدمها ابو عوف بجد، يعني جربتها اكتر مرة وحبيتها جدا. برضو الصوصات والكاتشب كان عليها عرض وخصم كبير. هقول لكم بقى على حاجه انا بستخدمها بصراحه في بيتي. انا بحب اجيب كاتشب ذره مش هاينز، مع ان أنا كنت بستخدم زمان هاينز، بس حسيت مؤخرا كده ايه طعمه فيه زي لزعه شويه كده، فغيرت بصراحه وجبت ذره حلو قوي. النص كيلو بيبقى عامل 42 جنيه ونص، بجد يعني جربوها تحبوه جدا. التوابل برضو عندهم حلوة قوي وكل الانواع موجودة، الخطيب وامتنان والضحى برضو عليها خصم كبير قوي هتعجبكم. الجبنة الموتزاريلا برضو حلوة قوي عندهم، وانواع كتير جدا جدا. برضو النوع اللي انا جربته برشحه لكم حلو قوي اسمه تو فاليو، برضو بتاع هايبر وان نفسه، بينافس برضو الشركات، حلو قوي قوي. اللحمة بقى يعني دي حدث ولا حرج، بجد احلى لحمة ممكن تاكلوها من هايبر وان. انا بحبها، هي طبعا انتوا عارفين ان هي بلدي 100%. وهقول لكم على حاجه بجد انا يعني لمستها، الميزان عندهم حلو قوي يا جماعه، يعني الكيلو بجد تحس ان هو كيلو. آه بصراحه ميزان يعني بعض الجزارين مش كلهم، بحس ان الكيلو لا اقل من كيلو، غير طبعا هو بيقعد يضيف لك دهن يعني يمكن اكتر من ربع كيلو كمان. البرجر ده برضو بلدي هما اللي عاملينه، برضو انا جربته حلو قوي. والسجق برضو كان جميل. في منه نوعين، في سجق اسمه سجق مخصوص، ده بيبقى نسبة الدهن بتاعته قليلة، وفي السجق العادي ده نسبة الدهن بتاعته ازيد شوية. طبعا المخصوص بيبقى اغلى. وعندهم حواوشي جاهز ومحطوط في العيش زي ما انتم شايفين كده مغلف على التسوية. ما تخافيش ان هو يبقى العيش مجمد جوه اللحمة، لا انا جربته مفيهوش اي حاجة. بتاخديه وتحطيه في الفرن بتروستيه في نص ساعة بيكون مستوي وبجد حلو قوي. البط برضو عندهم يا جماعة، عندهم بط بلدي وبط ابيض. عندهم العابد، وعندهم حاجة تانية اسمها عمار برضو دي حلوة قوي. برضو بلدي وابيض، حلوة وفيه كل الاحجام تقدري تجيبيها. والفراخ برضو عندهم فراخ بلدي وبرضو فراخ بيضة، برضو الاحجام اللي انتوا عايزينها. الحاجات بجد نظيفة جدا جدا بصراحة. وعندهم برضو ارانب، وعندهم رومي. اجزاء الرومي بتاعتهم حلوة قوي يعني. انا جربت اجزاء الرومي البيضة كانت حلوة بصراحة، وفي التسوية كانت حلوة جدا جدا. طبعا الشوكولاتات برضو عليها خصم، وكان عاملينها بصراحة في ديكور كده زي شبه فوانيس رمضان، شكلها حلو قوي. لو تهدوا بيها حد او كده هتعجبكم بصراحة. قسم بقى المنظفات، عندهم اريال جل عليه خصومات حلوة جدا جدا. آه، يعني انا بحب استخدم اريال جل بصراحة في الغسيل اكتر من البودر بحس ان هو بيسيب رواسب في الغسيل، لكن الجل اولا ريحته بتبقى ثابته وقويه في الهدوم، ثانيا مش بيسيب اي رواسب في الهدوم بصراحه، ثالثا وده الاهم طبعا بيحافظ على عمر الغساله. الرواسب دي بحسها يعني في الزمن الطويل بتأثر من عمر الغسالة شوية بصراحة. فالجل انا بالنسبة لي كان افضل استخدام للغسيل. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولو لسه مش مشتركين معانا في القناة اشتركوا معايا في القناة ويفعلوا زر الجرس. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يا رب يعوضوا دايما عليكم باليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين.